اكتر 10 حاجات تعجبك في السونج ال دي ام اي النسخه الاكس ببطاريه 26.6 كيلو وات ساعه وتانك بنزين 60 لتر. العربيه دي تقدر تمشي كهرباء بس 160 كيلو، كهرباء وبنزين مع بعض 1600 كيلو. لو بطاريه شحرت منك خالص تقدر تمشي على البنزين بس باستهلاك تحت ال 5 لتر. وده ان عندك موتور كهرباء 215 حصان و260 نيوتن متر، معاه موتور بنزين تنفس طبيعي بياخد بنزين 92 100 حصان و126 نيوتن متر. البطاريه 26.6 بس نينجا تقدر تشغل عليها لحد 3 اجهزه 220 فولت وتقدر تشغل الثلاثه مع بعض. بس للاسف مش هنعرف نشغل الصور النهارده عشان الفيشه صيني. انسى بريفير الكتريك وبريفير هايبرد. هنا عندك اي اي يحول لك العربيه لشات جي بي تي حرفيا، هي تفهم انت سايق ازاي وهتمشي العربيه باكتر طريقه توفر لك في الاستهلاك. بي واي دي بايلوت 5 العربيه دي جاهزه ان هي تسوق نفسها لاكتر من نص ساعه في شوارعنا في مصر. كل اللي انت محتاج تعمله تبقى بتغير اشارات. 4 كاميرات 360، 5 رادار و12 سنسور. العربيه دي جاهزه ان هي تسوق نفسها وتوصلها على الانترنت ب 5G. انت موبايلك فيه 5G؟ في فئه السعريه دي صدق او لا تصدق في فيس اي دي بيظبط لك اوبشنز في العربيه اكتر من الاوبشنز اللي موجوده في الايفون. الكرسيين الاماميين تبريد وتسخين، والطاره كمان فيها تسخين. 2 طن مليانه مواتير وفيها بطاريه بس بتتسارع من 0 ل 100 في اقل من 8 ثواني. شفت عربيات كتير تحت 2 مليون بتركن لوحدها صح؟ بس شفت عربيه تحت 2 مليون جنيه فيها فالي باركينج؟ يلا بينا.